أمر عباده بالاعتصام ونهى عن الفرقة أهل الإسلام. الحمد لله الذي أمر عباده بالاعتصام ونهى عن الفرقة أهل الإسلام. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه الجليلة ونعمه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، يسعى الخلائق في هذه الحياة بألوان من الأعمال شتى، يضمحل منها ما كان في معصية الله وسخطه، ويزكو ما كان في مرضاة الله وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من سورة الرعد الآية 17. وليست سعة الرزق بكثرته، ولا زيادة العمر بتعاقب الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. أيها المسلمون، القرآن العظيم كثير الخيرات، كتاب مبارك أنزله الله رحمة وشفاء وبيانا وهدى. قال الله سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية 50. عباد الله، إن سعة الرزق وبركة العمر تتحقق بصلة الرحم. يقول المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه الإمام البخاري. والصادق في البيع والشراء والمعاملات مبارك له في الكسب. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق على هذا الحديث الشريف. ولحرص الإسلام على الأسرة وحلول البركة فيها شرع الدعاء للزوجين بالبركة عند النكاح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الإنسان قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الإمام الترمذي. وأوفر الزوجات بركة ما قلت المؤونة في نكاحها. والزواج السعيد ما صاحبه اليسر والتسهيل. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه الإمام أحمد. والزوجة المباركة
هي المطيعة لله القائمة بحقوق زوجها في غير معصية الله. والولد المبارك هو الناشئ على طاعة ربه المستمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، الصائن لنفسه عن الذنوب والعصيان. وإذا دخل رب الأسرة داره شرع إفشاء السلام على أهله رجاء البركة. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الإمام الترمذي. والمال المبارك ما كثر خيره وتعددت منافعه وبذل في طرق البر والإحسان ابتغاء مرضاته، ومن قنع بربح حلال قليل وتحرى الصدق في معاملاته ظهرت البركة في ماله وفي أولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة. رواه الإمام البخاري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنعمنا بالإسلام، وصلواته وسلامه على سيد الأنام. أيها المسلمون، اصطفى الله من الدهر أزمنة ومن البقاع أمكنة، فليلة القدر ليلة مباركة عظيمة المكانة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، من سورة الدخان الآية الثالثة. وأول النهار بعد صلاة الفجر، وقت نزول الأرزاق وحلول البركات. أقسم الله به في كتابه العزيز بقوله: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، من سورة التكوير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في بدو الصباح. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أيها المسلمون، كلما قلت المعاصي في الأرض ظهرت فيها آثار البركة من الله، وانتشار المعاصي وفشوها سبب لنزع الخيرات والبركات. قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا، من سورة الجن، الآيتان 16-17 في المصحف الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الأرض آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، من سورة الأعراف الآية 96. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم به
والمسلمين من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.